لنطرح سؤالا مباشرا ثم نتحدث بالتفصيل عن الإجابة. مستقبل غزة ما بعد الحرب إلى أين؟ ومن سيملك حق رسم الساعات الأولى التي تلي وقف الحرب الإسرائيلية الهمجية على القطاع؟ لماذا يعود اسم قديم جديد بتاريخه المثقل بالعار إلى الواجهة؟ توني بلير وخطة ترامب لقطاع غزة. ماذا جرى في اجتماع 27 من آب أغسطس الفائت؟ سنمشي معا خطوة خطوة. ما هي الخطة؟ لماذا بلير؟ ماذا جرى في اجتماع البيت الأبيض؟ ما هي الرباعية الدولية؟ وماذا يعني كل هذا لأهل غزة؟ قصة هذا التسريب الذي يشغل اليوم الرأي العام العالمي والعربي بدأت في 27 من آب أغسطس بدعوة قدمها دونالد ترامب إلى توني بلير وصهره جاريد كوشنر لإجراء اجتماع مغلق في البيت الأبيض بحسب ما أعلنته وكالة رويترز. الاجتماع الثلاثي كان لمناقشة مستقبل غزة وشمل الحديث عن الرهائن، المساعدات، واليوم التالي لانتهاء الحرب. لكن ما دار داخل القاعة كان أوسع. وكالة إكسيوس كشفت أن الاجتماع استمر أكثر من ساعة وأن عناوينه لم تكن بريئة كما أعلن عنها مسؤول في البيت الأبيض لرويترز. وكان في القاعة نائب الرئيس فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وعدة مسؤولين كبار آخرين في الإدارة الأمريكية. بل أن رون ديرمر الذي يوصف بأنه مهندس النفوذ الإسرائيلي في واشنطن قد حضر الاجتماع ليضع ما وصفته الوكالة بخطوط إسرائيل الحمراء، ومن بينها ضرورة القضاء على حركة حماس وتقديم أمن إسرائيل أولاً في أي مخطط. دريمر كان حين جرى الاجتماع في البيت الأبيض يعرض على روبيو وويتكوف الخطة الإسرائيلية لاحتلال كامل مدينة غزة، ثم استدعاه ترامب ليأخذ منه موافقة إسرائيل على المخططات التي ترسم في قاعة الاجتماع بين الثلاثي ترامب وبلير وكوشنر. الأهم هو أن لا صوتا فلسطينيا حضر الاجتماع، وهذه الحقيقة تؤشر لطبيعة المشروع قيد الطهو، وصاية دولية بمخرجات أمنية توافق الرؤية الإسرائيلية. نأتي الآن للتفصيل الأهم. لسنا أمام نقاش عام فحسب، فتقارير موثوقة تتقاطع على أن التصور المطروح يقوم على هيئة انتقالية أممية لإدارة غزة لعدة سنوات مع إسناد قيادتها لتوني بلير بصفته رئيساً أو مشرفاً أعلى على ما يسمى جيتا، وهي اختصار للهيئة الدولية الانتقالية لغزة. سكاي نيوز تقولها صراحة: يجهز بلير لقيادة إدارة انتقالية مؤقتة لغزة. وول ستريت جورنال تكتب: خطة ترامب تدعم توني بلير كقائد لمرحلة ما بعد الحرب. أما رويترز نقلا عن فاينانشال تايمز فتضيف أن بلير طرح اسمه لرئاسة مجلس يشرف على سلطة غزة الانتقالية. هذه ليست إشارات مبعثرة، إنها مركز الثقل في المقترح الذي خرج من تلك الغرفة. تايمز أوف إسرائيل قالت إن خطة بلير قد تكون بديلاً عن ريفيرا غزة التي اقترحها ترامب قبل عدة أشهر، وأعطى خلالها شرعية لتهجير سكان القطاع قسرياً، وذلك تحضيراً لإنشاء منتجع اقتصادي على أنقاض الحرب. وتحدثت الصحيفة أنه وخلال المناقشات حول خطة بلير تم التأكيد على أن غزة للغزيين، بل أن المقترح يتضمن تأسيس وحدة لحماية حقوق الملكية تهدف إلى ضمان أن أي مغادرة طوعية لسكان القطاع لا تؤدي إلى فقدان حقهم في العودة أو ملكية ممتلكاتهم. إلا أن هذا التوضيح برأينا لا يقدم صكوك البراءة لمقترح بلير، ولا يعني أن تغيير المخطط سيأتي بنتائج مختلفة. على مدار الأشهر السابقة تم الحديث عن تهجير سكان غزة واستقبالهم في دولة حاضنة، إلا أن العثرة الأولى هو عدم التوافق على الدولة التي ستوافق على استقبال الغزيين. أيضاً فإن تهجير حوالي 2,000,000 إنسان من سكان القطاع قد يبدو غير منطقي، لذلك يبدو أن خطة بلير هي البديل الأكثر منطقية لخطة ريفيرا ترامب بالنسبة لواشنطن وتل أبيب.
والتي ستأتي بنتائج مرضية للجانب الإسرائيلي بجميع الأحوال. دعونا نفصل ذلك ونرى الفرق الجوهري بين الخطتين، وكيف أن كل من خطة بلير وترامب ستأتي بالنتائج نفسها. بينما تبدو خطة الترحيل الصريحة محاولة لاقتلاع سكان غزة من أرضهم، فإن خطة توني بلير المدعومة أمريكياً تقدم نفسها كبديل أكثر شرعية، لكنها لا تقل خطورة عن الخطة الأولى. الخطة الأولى كانت تهدف إلى تهجير مباشر أو غير مباشر لسكان القطاع، أي إفراغ غزة من أهلها وتحضيرها لتكون مركزاً لمشاريع أمريكية اقتصادية وريفيرا كما عبر عنها ترامب. أما خطة بلير فهي لا تطرح تهجيراً جماعياً، بل تطرح بقاء السكان المنهكين أصلاً من الحرب تحت سلطة جديدة، أي هي لا تحاول إخراج الفلسطينيين من أرضهم، بل إخراجهم من سيادتهم لتضعهم تحت إدارة انتقالية دولية هي في الحقيقة إدارة انتداب وسلطة استعمار، على غرار ما حدث في كوسوفو وتيمور الشرقية في السابق. وجوهر هذه الخطة فرض إدارة فوقية على شعب محاصر بدعوى تهيئته لحكم نفسه، بينما تصادر منه كل أدوات القرار الفعلي وتترك اليد العليا لإسرائيل باستكمال انتهاكاتها. النصوص المسربة تشير إلى أن من أول أهداف الخطة منع عودة حماس أو أي مجموعة مسلحة عبر قوات دولية وشرطة محلية منزوعة الانتماء. هذا عملياً يعني أن الأمن الإسرائيلي هو المحرك الأساسي وليس حقوق السكان أو تطلعاتهم. حتى الإصلاحات المتوقعة من السلطة الفلسطينية مشروطة بموافقة المانحين والداعمين، لا بقرار وطني داخلي. من منظور الفلسطينيين خصوصاً في غزة، فإن قدوم هيئة خارجية لتفرض سيطرتها لا يختلف جوهرياً عن مشروع التهجير، كلاهما يسلب السكان إرادتهم. الفرق الوحيد أن الترحيل ينزع الجغرافيا، الأرض أو السكان، بينما خطة بلير تنزع السيادة وهي القرار والقدرة على المقاومة. في الحالتين إسرائيل تخرج رابحة، إما قطاع فارغ أو قطاع مكبل تحت إدارة دولية تضمن أمنها. الفرق إذن بين المشروعين أن الأول ينزع الجغرافيا والثاني ينزع السيادة، وفي الحالتين تبقى اليد الطولى لإسرائيل. لكن لماذا تم اختيار توني بلير؟ توني بلير هو رئيس وزراء بريطانيا بين عامي 1997 و2007. اسمه ارتبط داخليا بإنجازات داخلية مثل اتفاق الجمعة العظيمة في إيرلندا الشمالية ومنح بنك إنجلترا استقلاله وإقرار الحد الأدنى للأجور. لكن في منطقتنا لا يذكر اسمه إلا مقرونا بعار حرب العراق. تقرير شيلكوت البريطاني الشهير عام 2016 أثبت أن بلير ضخم تهديد أسلحة الدمار الشامل، وأن الحرب لم تكن خيارا أخيرا، وأن التخطيط لليوم التالي للحرب كان كارثيا. بعد ذلك أصبح بلير مبعوث الرباعية الدولية للشرق الأوسط. هذه الرباعية أنشئت عام 2002 لتكون إطاراً راعياً للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بحسب تعريف الأمم المتحدة، وأشرف عليها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. وكان من أبرز إنتاج سياسي للرباعية خريطة الطريق عام 2003، وهي خطة مرحلية لإنجاز حل الدولتين عبر بنود أداء متبادلة، لكن عملياً تعثرت خريطة الطريق مبكراً ولم تنفذ كما كتبت. إذن لماذا بلير؟ ربما لأن ترامب يحتاج رجلاً يعرف المنطقة، له شبكة مصالح عربية وغربية، وله تاريخ في خدمة السياسات الأمريكية. لكن الحقيقة كما تكشفها الجارديان ورويترز وأكسيوس وتايمز أوف إسرائيل أن هذه الخطة ليست سلاماً ولا إعماراً، بل إعادة وصاية على غزة وتدوير لوجوه أثبتت فشلها وارتباطها بالدماء. في النهاية ليست القضية في من يجلس على رأس الهيئة، بل في من يملك الحق في تقرير مصير غزة.
بين غزة ريفيرا التي تنزع الجغرافيا وجيتا التي تنزع السيادة، تضيع الحقيقة البسيطة وهي أن غزة شعب وحق قبل أن تكون ملفا هندسيا على مكتب البيت الأبيض.